6 أيام بس على مونديال، واللي ما حدش بيتكامى عنه حمزة عبد الكريم ابن ال17 سنة. هانسي فليك ضمه للفريق الأول لبرشلونة في فترة الإعداد الجاية. أنا هقول لكم بعد شوية إيه اللي بيخلي القرار ده زلزال لمصر. وبس استنى الجامد، مكسيكو كسحت صربيا 5-1 آخر بروفا قبل مونديال. راؤول خيمينيز عادل رقم بورجيتي كتاني هداف في تاريخ منتخب، ولويس شافيز سكن واحدة بشماله. الفيستا اشتغلت في تولوكا. وخليني أوجعك بالرقم: قائمة BFA لأحسن لاعب في بريمير ليج: برونو فرنانديز، هالاند، ديكلان رايس، جابرييل، دافيد رايا، وريان شركي. 6 أسامي، 0 إنجليزي صريح في النص الهجومي. حلو الكلام ده. وفي الكلام الكبير، ريان شركي قاعد يقول إن فرنسا مش رايحة مونديال كمرشحة، رايحة تسحق الكل. ياه، الراجل لسه ما لعبش 90 دقيقة كأساسي مع منتخب وبيتكامى كأنه زيدان. أنا شخصياً مش مقتنع. اللي خسر في نانت من كوت ديفوار ما يقولش الكلام ده. والأهم، ريال مدريد قاعدة على صفيح سخن. فلورنتينو بيريز وعد بأكبر صفقة في تاريخ النادي قبل انتخابات الأحد، ومورينيو لو كسب طلب كوكوريلا من تشيلسي شخصياً. الانتخابات يوم 7 والدنيا هتقلب. طب وانت اللي قاعد قدام موبايل ده، حمزة في برشلونة الكبار ده بطل مونديال الجاي لمصر ولا لسه بدري نحلم؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.